يا حبذا البرق من أكناف كاظمة يسعي على قاصرات المرخ والعشر، لله در بيوت كان يعشقها قلبي ويألفها، إن طيبت بصري عشقتها عشق ظمآن أدوته والقيض يحذف وجه الأرض بالشرر. اليوم حديثنا راح نتحدث عن المقابر في منطقة كاظمة والصبية. تنتشر مئات المقابر، الآن نحصي أكثر من 4000 مقبرة تعود للعصر البرونزي والعصر الألف الأول قبل الميلاد، كلها وجدت في هذه المنطقة المنتشرة بين مرتفعات جال الزور وساحل جون الكويت. كانت هناك طرق دفن متعددة، وجدنا مدافن يدفن فيها شخص واحد بطريقة القرفصاء، وجدنا بعض المدافن يوجد فيها شخصان، وجدنا بعض المدافن يوجد فيها 12 هيكل عظمي بطريقة دفن جماعي. الآن خلفنا هذا المدفن اللي راح نقوم بعملية الشرح فيه، هو مدفن نموذجي، مدفن فريد وجدناه بالكويت، يعود إلى العصر الحديدي تقريباً. الآن نشاهد أن هذا القبر بني على هذه المصطبة الضخمة. هم اختاروا المكان المرتفع للمحافظة على هذه القبور، كان عندهم خطة أنهم يحافظون على مدافنهم بشكل أنهم اختاروا مكان بعيد عن مجرى السيول، مكان بعيد عن البشر، وموهوا عليه أنه يشبه الرجوم أو المرتفعات الصخرية الموجودة في المنطقة. ثم اختاروا هذا التل على هذه المرتفعات، أحد المنحدرات مرتفعات جال الزور. ثم قاموا بعملية جمع المصاطب الصخرية لبناء مدفن بيضاوي مكون من مدرج. عندنا المدرج الأول، المدرج الثاني، المدرج الثالث، وهو حلقة القبر الموجودة في هذا القبر. الآن نشاهد المصاطب الحجرية الضخمة اللي قاموا بعملية المدافن، هذه المصاطب وهذا الشكل البيضاوي الموجود في هذه المنطقة، وقاموا بعملية تقسيم هذه الغرفة بحجارة ضخمة كأنها غرف بيت مقسمة من الداخل. هذه عملية مقسمة، احنا نزلنا تحت إلى 120 ثم عثرنا على الهيكل العظمي في وضعية القرفصاء. احنا متواجدين في مركز كاظمة الثقافي، هو احد البيوت المتخصصة اللي تابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. هذا البيت ينقسم إلى قسمين، هو احد المدارس القديمة الموجودة بالجهرة، والآن انقسم إلى قسمين، قسم يتبع قطاع الثقافة وقسم يتبع قطاع الآثار. أهم شيء هو